يا بنتي، حسام تحت وعايز يشوفك. ايه يا ماما، انا مش عايزه اشوفه لو سمحتي. مش عاوزه اعرف حد منهم تاني، ارجوكي. خلاص يا حبيبتي، زي ما انت عايزة. معلش يا حسام، رحمة مش عايزة تشوفك دلوقتي. يا ابني امشي دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم. رحمة نفسيتها تعبانة قوي. أنا مش هينفع أمشي، ما أنا لازم أتكلم معاها. لازم تفهمني، لازم تعرف إن أنا مظلوم. أنا ما عملتش كده. طيب يا ابني، روح اتكلم معاها، بس بلاش تضايقها يا حسام. والله يا ابني، أنا حاسة إن أنت مظلوم فعلا. انت جيت ليه؟ وعاوز ايه؟ مش كفاية اللي عملته فيا؟ عاوزين مني ايه اكتر من اللي عملته فيا؟ شايفني انا بقيت عاملة ازاي؟ يا رحمة والله مفيش الكلام ده خالص. انتي فاهمة غلط. رانا كانت جاية عشان تصالحنا على بعض. أرجوكي يا رحمة، صدقيني. اطلع برا، بطل كدب بقى. مش عايزة اشوفك تاني ولا اعرفك تاني، ويا ريت تطلقني. انا مش عاوزة افضل معاك اصلا، انا بكرهك. قابلني بس يا حسام، أنا هحل كل المشاكل دي وهفاهم رحمة. أرجوك قابلني، أنا هستناك دلوقتي في الكافيه، يا ريت ما تتأخرش. انت عارف يا حسام ان انا كنت نيتي خير. انا معرفش ان صاحبة عمري ممكن تشك فيا كده. انت شفت هي عملت ايه؟ مش عارف راح مجرى عقلها ايه بالظبط. مش عارف هي ليه مش واثقة في نفسها كده وازاي تشك فيا أصلا. أنا زعلان منها قوي يا رنا. لا يا حسام، ما تزعلش نفسك، أنا هروح أتكلم معاها، حتى لو أنا اللي هطلع غلطانة لا يا رنا، وهتخاصمني. ما بس تعمليش كده. المهم أنت ما تكونش زعلان يا حسام. طيب يا طنط، بس خليني اتكلم مع رحمه وانا هشرح لها كل حاجه. سيبيني بس اقعد معاها شويه. رحمه دي اختي وانتي عارفه. طيب يا بنتي، بس بالله عليكي، انت شايفة حالتها عاملة ازاي؟ ما تحاوليش تعصبيها ولا تضايقيها، عشان خاطري يا رنا. ما تخافيش يا طنط، رحمة أختي وحبيبتي. انتي عاوزه مني ايه؟ اطلعي بره، انا مش عاوزه اشوفك. انا ما بقيتش بطيئك ولا عاوزه اعرفك تاني. منكم لله، دمرتوني. بصي يا رحمة يا حبيبتي، أنا كنت عايزة أقولك على كل حاجة من زمان، بس كنت خايفة إنك تزعلي. بس أنا النهاردة هقولك كل حاجة.